كنا حابين نتكلم في أواخر 2010 وأوائل 2011 انطلق ما يسمى بالربيع العربي من تونس، سوريا، مصر، في أكتر من دولة. إزاي الرئيس اليمني كان شايف ثورات الربيع العربي؟ يمكنني أن أقدم لك صورة مجسمة شوية يعني عن التعاطي علي عبد الله صالح والأستاذ عبد القادر باجمال مع حكاية الربيع العربي. انعقد أهم مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني بدعوة منه؟ بدعوة من الرئيس ورئيس الوزراء اللي هو عبد القادر باجمال، والأمين العام للمؤتمر واللي هو عبد القادر باجمال. الغريب في هذا اللقاء أني أنا كنت من أفسد هذا اللقاء. يعني إيه أفسد هذا اللقاء؟ أنا وصلت متأخر مع ابني معتز وولدي عمرو، وكانت في القاعة صيحات: أين الصوفي؟ الرئيس يقول أشتي الصوفي يتكلم. وصلت عطشان صايم يعني كل مسافة الطريق، وللأسف الشديد أخذت عربية بنتي كانت صغيرة جدا، بشوف كل السيارات الكبيرة بتمشي تعمل لي حالة ترويع. حشيت قلت لهم كلام كويس الاستجابة لتطلعات الشباب والقوى الاجتماعية الحية. كلمة حضرتك دي كان في وجود علي عبد الله وعبد القادر باجمال، وبعدها يعني عبد القادر باجمال يقول له كلام الصوفي صحيح. قلت له لا يجوز لك أن تكون رئيسا على لقاء لمنظمات المجتمع المدني، ولا يجوز أن تكون أنت المحرك لقطاعات الشعب، لأن هذا اختطاف من قبل السلطة للمواطنين الذين انتظموا في إطار يعني منظماتهم. وقع جدل، والمغرضين كانوا يقولوا هذا الصوفي الذي كنت تصرخ في القاعة وتقول أين هو؟ هل سمعت من؟ والمنصة بتقول كلام الصوفي صحيح، لأنه لا يجوز لرئيس جمهورية يرأس مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني، لأن هكذا يكون هذا الرئيس مختطف لإرادة شعب، وممكن تأتي به انتخابات عامة، وسموها عامة لشرط العمر. لكن المجتمعات تتخلق من السنة 14-12 إذا لم تجد لها طريق للتفتح وللتعبير عن إرادتها يعني حتصبح ضالة. وبالفعل لم نصل إلى عام 2011 إلا وهؤلاء ينخرطوا إلى اليوم، يعني داخل أمريكا في مدينة نيويورك وحتى في ميشيغان هناك انقسام على أرضية ما أقوله. هل يتحمل الأفراد مسؤولية مستقبلهم أم يصنعوا زعيم يصنع لهم المستقبل؟ إذا كان الزعماء قادرين على صناعة مستقبلهم ومستقبل شعوبهم لما اغتيل السادات ولما اغتيل الحمدي ولا عبد الفتاح اسماعيل. وبالتالي أنا لا أؤمن بالكاريزما المطلقة، أنا أؤمن بالعمل المخطط. قد تكون لهذا الرجل وذاك مقاصد طيبة، لكن هذه المقاصد لا تمنعه أبدا أن يتبع التوجه الصحيح في ضميره وفي واجباته، وأيضا يضع لنفسه حساب زي جردة يومية. يجب أن يراجع نفسه إذا كان هو طاغية. أما إذا كان هو في دولة مدنية فعليه أن يكون معه جهاز متاح له أن يراجعه. هنا أخطأنا وهنا أصبنا. حينها لن تكون هناك دول بتعقيد الهند وقادرة على التعايش، لن تكون هناك دولة مثل إسرائيل قادرة على التعايش. وبالتالي العقدة الحقيقية ليس الزعيم الخاطئ، العقدة الحقيقية غياب الشعب، غياب قوة التنوير، غياب ثقافة البناء، غياب الاستعداد للشراكة بين الآخرين. كان بالإمكان أن تقبل توكل كرمان. طلبي منها في 2011 أن آتي لزيارتهم ويسمعون مني وأنا أسمع منهم، وأنا سكرتير رئيس جمهورية. كلامي ليس ملزما ولا كلامهم ملزم.
قالوا لو جئت سنقتله.